قبيل أخونا أحمد نورين الليلة يوم الجمعة 20 محرم، مش 27 بالتاريخ مش تقريبا. الليلة ورانا مقطع جديد قال فيه شنو؟ قال فيه استغاثات بغير الله وشرك. الليلة ده مقطع جديد، وربنا منزل لهم في المطر وينزل لهم في الخير، وبعد ده يقولوا ديل الأولياء وديل الدراك وديل الكمال. الإنسان لو ما كفر بهم كلهم واعتقد إنهم عباد فقراء محتاجين ما عندهم أي شيء مع ربنا سبحانه وتعالى، وبقى يدعو الله براه يستغيث بالله براه ويدعو الله براه ويستعيذ بالله براه ويرجو الله براه. لأن أخواننا أنت بتستغرب ليه نازل في الحرب وفي الشدة ما نادوا الله وما لجوا لله، لجوا للشيوخ. ليه؟ لأنه أصلا عقيدته دي مدمرة، أساسا كله مدمر. لا بيعتقد إنه الله بنزل مطر، ولا بيعتقد إنه الله بيعلم غيب، ولا بيعتقد إنه الله عنده قدرة يصرف عنه الشر. عشان كده ما بكون راجع الله، رجاء لله ما عنده. شوف زكريا عليه السلام نبي كريم، بعد ما بلغ من العمر وتقدم في العمر، بعد ما انقطع رجاءه من الله أبدا. ربنا عز وجل قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. لكن قال شنو؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ليه قال الكلمة دي؟ والكلمة دي ذات جرت على لسانه كيف؟ لأنه يعتقد إنه أمور كلها عند الله سبحانه وتعالى، ويعتقد جازما أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو الكريم وهو السميع وهو العليم وهو القدير سبحانه وتعالى، وأنه مجيب الدعاء. عشان كده كان رجاءه في الله قوي. قال شنو؟ قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فأنت لما يكون عقيدتك في الله إنه بيده النفع والضر وحده، وإنه ربنا عز وجل وإن انقطعت بك الأسباب المادية ربنا عز وجل بينصرك، وربنا سبحانه وتعالى يغير لك الأسباب المادية هذه، وربنا يمرقك من الشدائد ومن البأساء ومن الضراء. تاني انت بعد ده بتكون معلق بالله سبحانه وتعالى. وده القرآن بربي الكلام ده في قلبك. قدر ما تقرأ القرآن وانت إنسان قلبك نظيف وما عندك عقائد شركية وسخانة، كل ما قويت عقيدتك في ربنا سبحانه وتعالى. وربنا بيمتحنك بالبلايا دي عشان شنو؟ عشان تدعوه، تتذلل له، تصير له فقرك، إنه أنا ما عندي عنك استغناء، وأنا محتاج لك يا ربي في أي حاجة، وكذا وكذا وكذا. بعد ده تعال شوف النصر، شوف التأييد، شوف الرحمة، وشوف الخير. عشان كده الأنبياء ديل كانوا سادة الناس في ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا سادة الناس في ذلك. ربنا ذكر قصصهم في القرآن، وأي نبي ربنا ابتلوه ببلاء فيدعو ربنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه لمكانته عندنا، مش لن نقدر عليه يعني الله ما بيصلوا، لا، دي المؤمن العادي ما بيعتقد. خليك من النبي، أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وربنا سبحانه وتعالى قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وغير من الأنبياء يدعو الله ويدعو الله ويستغيث بالله وينزل حوائجهم بالله، ربنا يديهم ويعينهم وينصرهم
ويؤيدهم بالمعجزات، والفقير يغنيه والمريض يشفيه والدائر الجنة يديه والدائر النصر يديه ويمرقوا، وهكذا. بغادي تعال شوف الفريق الثاني، فريق الكفار والمشركين، ربنا يبتليهم ويجيب لهم الرسل ويرسل لهم الرسل ويجون بالمعجزات والبينات والآيات الشرعية والآيات المؤيد بها كل نبي براه، يكذب ويستغيثوا بأولياء ويتمسكوا بضلالهم وبشركهم، ربنا سبحانه وتعالى يهلكم وما تنفع آلهتهم دي. عشان كده ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. شوفوا المثل ده عليك الله عجيب كيف. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. خلى الله القوي الغني أي خلق من خلقه انت شايفه بعينك ده براه معجزة، لو اتأملت في خلقك انت ذاته ده معجزة براه. نطفة يمرق منها شعر، يمرق منها عظم، تمرق منها عين، العين ذاته فيها مويه فيها ملح، والعين فيها جفون وشبكية وقرنية، وبيجاي عندها عروق براه شرايين براه وبتعتر. انت عارف هنا الراس ده هنا يقول لك الأعصاب، والدكتور ده لما يجي يعمل عملية ما بسوق عربية زمان الزحمة قبل ما يترسوها وتترس عليهم، ما بسوق عربية، يجي مزاجه رايق، لأنه يقول لك أقل هبشة ممكن تنشله، ممكن تفقد ذاكرة، ممكن الزول ده يحصل له مصيبة، حاجات بسيطة. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال انظر إلى قدرة الله، الجنين في بطن أمه وجل قال يجري عليه مئات وعشرات العمليات وهو في بطن أمه، ولو دي داير يعملها البشر في مقدورهم يعملوها وعلمهم وصل لها، دايرين جراح وعناية مكثفة وفريق كامل بتاع دكاترة ومخدرين وشنو تمريض وكهرباء ما تقطع و وقال ربنا عز وجل يجري هذه العمليات في بطن الأم، والأم يعني لا تدري ولا تشعر، ما جايبه خبر، تلقاها جاي تتونس أو تصلي أو نايمة أو كذا، والجنين جوا بطن أمه عاملين له شنو؟ عاملين له العمليات. شوف القدرة الربانية دي كيف. ده تحدي يقوموا يجيبوا لك الشيوخ مع الله سبحانه وتعالى. قال ده ما قليل أدب، بس دي ما قلة أدب. المخلوق هو ذاته تعبان، أبوك الشيخ ذاته إن بقى ود بدر ولا البرعي ولا الختم وذاته كان ضعيف زي ده. ربنا عز وجل مقعده في مويه في بطن امه، نخرينه دي المخلوقات ما بيخلقوا له بعد ما يمرق عشان ما يشرق ولا خشمه، لا جوا بطن امه النخرين قعدات ما بيشرق ما بيغرق، الغذاء بيصلوا يمرق برا، بعد شويه العيون يفتحن، بعد شويه يقعدوا ويحبه، وتاتي البرعي يا بروعي تاتي وريالته سايله ولا ما سالت، الود بدر ريالته سالت ولا ما سالت، وسخ في ملابس امه ولا ما وسخ، الختم اللي بيدعوا الناس الليله ده وده اليوم الليله ابراهيم عرفت ده ما كان صغير. بعد ما ربنا اداه والشي ده وكبروا، ابن ادم يقل ادبه ويفتري على ربنا الخلق ويقول انا تنادوني من دون يا مسكين، انت ينادوك مع الله على شنو؟ بطنك ملانه وسخ، نناديك كيف يعني؟ ما في حجه عقليه الا والناس دي خالفوا. عشان كده يا اخواننا الانسان تكون عقيدته في الله قويه، وربنا بيبتليك بالشدائد دي عشان تقوى عقيدتك، وبالاختبارات والامتحانات عشان تقوى عقيدتك. شوف الحرب دي بلا كبير، لكن شوف الناس اقبلت على المساجد، والناس بقى مقبلين على التوحيد، والناس بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى. وزول يقول لك والله انا مما مرقت من هنا عشان ما امشي شغلي، عشان ما يجوني يشفشفوني ولا يضربوني ولا يقتلوني، والله بس حسبنا الله ونعم الوكيل. والله انا مرقت بس صليت الصبح، وزمان تصلي الصبح تلقى مبيت لي سفه يا زول موضوعك شنو انت كويس، تلقى صلى الصبح ومرق متوكل على الله، يقول لك والله انا ذاتي ما متعلم ولا حافظ الحاجات الاذكار دي ما حافظ، لكن متوكلين على الله
يقول لك والله قدامي لقينا العربية مشفشة، وقدامي لقينا الزول ميت، وربنا حفظه. فربنا سبحانه وتعالى بيبتليك لخير لك، تتعلق بالله وتدعو ربنا سبحانه وتعالى. ودي ذات آية من آيات الله. من آيات الله إنه أنت تقع في الشديدة، وإنه ربنا يمرقك منها من غير سبب مادي. سبب مادي ما في، بعد ده ربنا مرقك منها. تمرق من الموت، تمرق من النهب، تمرق من الكتل، تمرق من كذا من كذا، من الأمراض، من الشدائد. بعد ما الزول يا أخواننا يمرق تاني يرجع لموضوع الشرك. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يعني أنتوا ما تقول خلاص مرقنا يا أخي الناس مرقوا الحرب بدأ جو ولايات تانية، الولايات التانية جو دي بيقوا يعصوا فيها الله ونوبات شغالة ودعاء لغير الله وموالد ما تاب. يعني أنت قال ربنا عز وجل ما قادر إنه تاني يدخلك في المعمعة والجوطة دي. ربنا قال في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر. طبعا دي ما زي الليل هنا يا كشيف شنو كده الوالله السميع، يا كشيف الجميع الوالله السميع، ويا ترعفينا ويا صابقيا وانت يشكينيبة دولة بترتيبة باقي لنا قريبة. ارفع السماعة تلقى رقم القاعة باقي لنا قريبة. هسي ارفع السماعة شبكة ذاته ما في والله ابوك الشيخ بستارلينك ما تلقاه. عرفتها؟ هذا طويل يا اخي. المهم هذا ذاته حيرونا ذاته. فالنازل يخلوا ربنا سبحانه وتعالى القوي ويمشوا لجماعتهم دي. وربنا سبحانه وتعالى قال لهم في الشدائد: ما بيمركم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. بتنسوا عديد ضل من تدعون إلا إياه. قال: فلما نجاكم إلى البر. من البني آدم يشم ريحة العافية أو الأمن أو الشبع أو إنه الله رزق ولد أو جاء الخير من الله، بدل ما يشكر الله سبحانه وتعالى قال: فلما نجاكم إلى البر شنو؟ أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا أم أمنتم أن يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوصل لكم المويه دي أو يجيب لكم ريح أو يخسف بكم جانب البر وتاني ترجعوا وتغرقوا تاني. ولذلك يا أخواننا الإنسان يكون طوالي ملازم ومداوم ومتعلق بالله سبحانه وتعالى. والإنسان لو فكر إنه ربنا خلقني وما محتاج لي، ورزقني وما محتاج لي، وعافاني وما محتاج لي، وحفظني وما محتاج لي، وسترني وما محتاج لي، بقاني مسلم ما محتاج لي، علمني الدين ده وما محتاج لي، سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ألا يبعثك ذلك على محبة الله؟ الشيخ بيشيل منك الشيخ، وربنا بيديك، والشيخ عنده معاك دفتر بحاسبك، وربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز عنك. ده ما يخليك إنه تحب الله سبحانه وتعالى وتتعلق بالله وتعلم وتوقن من الذي يأتيك بهذا الخير فتصرف له العبادة. ولذلك الإنسان لو تأمل في الآيات دي، وآيات كثيرة جدا كما قال الشاعر: كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ربك سبحانه وتعالى لو عينت لأي آية في جسمك، عينت للمطر، للزرع، للبهائم، للأرض، للسماء، للسحاب، للنجوم، للكواكب، لو عينت للكتابة دي آية، للعلم، للهجات، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. دي آيات كثيرة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن
يثبتنا على التوحيد، أن يبصرنا، وأن يحفظنا وإياكم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.